الحقيقة اللي تيعيشوها بزاف ديال الناس في أمريكا اللي ما كيقولوهاش لك. إلا كنتي باغي تجي لأمريكا خاصك تسمع هاد الحقيقة قبل ما تقرر، أو على الأقل تجي مستعد. أنا بالنسبة ليا ملي جيت لأمريكا كنت تنظن غادي تلقى فلوس سهلة، خدمة متوفرة، الحياة زوينة. ولكن أول حاجة تتفاجئ بها هي أن الواقع مختلف بزاف. الخدمة هنا كاينة نعم، ولكن كتخدم بزاف، كتعب بزاف، ومرات كتلقى راسك غير كتجري باش تخلص الكرا والماء والضو والمصاريف، ماشي فحال اللي كيبان في السوشيال ميديا. بزاف ديال الناس كيسولو واش كتجمع الفلوس. الجواب ممكن، ولكن صعيب حيت المصاريف هنا طالعة، والكرا والماكلة والتأمين وكلشي غالي، وخصوصا اللي كان الدخل ضعيف. أصعب حاجة ماشي هي الخدمة، أصعب حاجة هي الوحدة. كتبغي غير شي حد من عائلتك يكون معاك، تهضر معاه بلا حساب، خصوصا في الأول. العلاقات هنا مختلفة، الناس مشغولين، كل واحد في حياته، ماشي بحال الجلسات ديال المغرب والضحك ولا سبب. كاين فرص، نعم كاين فرص، ولكن خاصك تكون صبور خدام وعندك هدف واضح. إلا جيتي غير كتحلم غادي تصدم. إلا كنتي باغي تجي تعلم شي مهنة شي مهارة، حضر راسك نفسانيا، وجي معاك يعني على الأقل شوية ديال الفلوس باش ما تصدقش مصدوم، وما تصدقش هداك الشيء اللي تيتقال في السوشيال ميديا. دابا قولوا لي، واش مازال باغي تجي للولايات المتحدة؟ إلا جاتك فرصة ولا تبدل الرأي ديالك؟ خلي لي تعليق